الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو الا واجب، وربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. الجزائريين، السيد، هذه رسالة للسيد وزير العدل حافظ الأختام، الوزير المبشر بالخير إن شاء الله السيد لطفي بوجمعة، بما أنه هو أعلى سلطة في القضاء، وهذا النداء من جزائري لجزائري ما كان والو. أنا كأب وكمواطن جزائري قبل كل شيء، والحمد لله الواجبات تاعي للجزائر مديتهم كامل بزيادة، بيا بابا الحمد لله بولادي، كل عقبنا العسكر وكل خدمنا الجيش، بابا خدم في مع قال لك حرب التحرير، احنا خدمنا الخدمة الوطنية. معليش هذه مش الموضوع تاعنا، الموضوع انه ميساج تاعي من جزائري لجزائري، من اب الاب. سيدي الوزير المحترم مع كل احترام ومع كل قال لك التقدير، وبالمناسبة هذه نحيي سيد الوزير على المجهودات اللي يقوم بها في الميدان، باينة بعد الخدمة اللي راجل خدام خدام واللي مش خدام مش خدام. هذا مش من باب المدح، من باب يعني الإنسان من لم يشكر الرجال اسمه من لم يشكر فضل الله. المهم لا سيد الوزير، أنا عندي مشكلة شخصية، أفرت على عائلة كاملة خلتنا عايشين لونغواز قريب ذوك 4 سنين وشي حاجة. هي قضية تاعي باختصار سيد الوزير باش ما نطولش في الهضرة، مع قال له ما ندوش من وقتك. القضية تاعي هي رقم 21/0/1645 عن قضاء البواقي، واللي فيها ابني المتهم مع 8 من الناس، منهم صارت مشاجرة وفي الحي بعيد شوية، وصلوا الولاد حضروا، صارت مشاجرة، توفى إنسان، هزوا 8 من الناس من بينهم ابني، داوم الحبس 18 شهر. بعد 18 شهر لقوا 6 براءة وزوج حكموا لهم الإعدام. ثم لا تكوين جمعية أشرار، لا ترصد، لا والو، لا الإصرار. هذه كل ما كان تسمى من عند لابوليس جات تسمى هذيك التيتر، بقى هذاك التيتر. معليش أنا ما نشككش في العدالة الجزائرية وما نشككش في القضاء، ولكن عندي نقاط نحب نوضحهم للسيد الوزير، ربما هذه الوسيلة الوحيدة اللي توصلك الصرخة تاعي، لأنه لا غالب موش الناس كل عندها قال لك ولا تقدر توصل للقنوات وعندها دي جورناليست يعرفوهم. هذه قضية إنسانية من الآخر سيد الرئيس، ما هي بوليتيك، ما هي اقتصاد، ما هي سياسة، ما هو قضية اجتماعية. أنا من الآخر بعد سيد الرئيس راك تسمع فيا سيد الوزير، نقول لك فرض ماشي نمشيو فرضا، أنا ما نقولكش ولدي ما دارش، ولدي دار جرب، دار مذنب، ما لك ما ذكروهاش في الحكم الثاني عن قضاء الباقي في المحكمة الاستثنائية. معليش ما ذكروش خاص مذنب هذه، معليش أنا سيدي مذنب، هاو مذنب ومتهم رئيسي، هو الأول، هو الأول هو اللي دار الكريم. ما قالك يخرج براءة 10 شهور هو يدور، يا غاشي قالك على ما يروح شو يحرق، قلت له وين يحرق؟ واش يحرق هذا؟ الراجل يواجه، إذا دار القضاء كاين وإذا ما دارش القضاء كاين. أخي العدالة تقولوا كاينة، احنا نمنوا بها، أنا من اللي نؤمن بالعدالة هذه. شو العدالة الإلهية هي قبل كل شيء من الآخر. بعد كان العدالة الإلهية ما فيها حتى نقاش، الوطنية واش راح نقولك سيدي الرئيس؟ عدالة حكمت له بالبراءة بعد 18 شهر حبس، خرج براءة بستة، هو 6 من الناس، وبعد 10 شهور نفس العدالة، مش نفس القضاة، نفس العدالة حكمت له بحكم 20 سنة سجن، اللي هو الشاب 21 سنة. السؤال سيدي الرئيس سيدي الوزير المحترم، السؤال بركاني يعني هل سنقيم يعني دولة القانون بهذه الطريقة يعني وبهذه أنا ما نقولش لك أنت ولا من نحكيو بصفة عامة. الجزائر تاع 2050 اللي حنبنيوها مش بهذه الطريقة، مش قاعد فيها بني. أنا قاعد نقول سيدي الرئيس إذا كان بني مداير أعطيولو الإعدام من الآخر، أنا نجي نعدمو نورمال عادي، بس تعطي تخرجوا براءة 3 قضاة مستشارين الله يبارك و4 من محلفين يعطيولو البراءة ويخرج براءة 10 شهور، هو قاعد كي مهبول ما فهم فيها والو، داوى 18 شهر هو مغول، وزاد خرج 10 شهور هو ثاني موش غير 21 سنة، لقى روحو في الحبس في كريم هو خاطئ.
الناس اللي داروا تاع صح زوز حكموهم اعدام، والباقي راهو في فرنسا يتقلش من الاخر بعد. والقضيه ماهيش كيما جات هكاك، بصح معليش ما جات هكذاك. السيد دار البراءه، خرج، عاود تشارعت له، واش اللي جا جديد يعني؟ ومن هذا المنبر سيد الوزير انا نطالب حاجه واحده برك قبل تنفيذ الحكم كما يقول الاخر، اعطيني بمبرر واحد في يد برك ولا اثبات ان السيد هذا بن عيسى الدراجي محمد امين 21 سنه برك او 26 او في الحبس في ولاد جلال، باللي هذا السيد مذنب وهو اللي ارتكب جريمه. وانا لكم كل الاحترام وكل التقدير، والشيء اللي تحكموا به انتم انا نرضى به كأب، انا نرضى به. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو الا واجب، وربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. القاضي ما يأثر فيه حتى ولا يأثر فيه القانون فقط. عنده القانون وعنده الملك اللي قدامه، اللي غلط يخلص، ما فيهاش نقاش. واللي ما تبتش ضده يدي البراءة تاعو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو الا واجب، وربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. الناس تتكلم عن الجزائر والجزائر واحدة. القاضي ما يأثر فيه حتى ولا يأثر فيه القانون فقط. عنده القانون وعنده الملك اللي قدامه، اللي غلط يخلص، ما فيهاش نقاش. واللي ما تبتش ضده يدي البراءة تاعو. اللي غلط يخلص، ما فيهاش نقاش. واللي ما تبتش ضده يدي البراءة. من الناس الحمد لله يكتب الناس تتكلم عن الجزائر والجزائر واحدة. القاضي ما يأثر فيه حتى ولا يأثر فيه القانون فقط. عنده القانون وعنده الملك اللي قدامه، اللي غلط يخلص، ما فيهاش نقاش. واللي ما تبتش ضده يدي البراءة تاعو. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو الا واجب، وربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما اديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي.